هل الاهلي بعد عن المنافسه؟ هل الاهلي خسر نقطتين بسبب الاداء الفني؟ هل الاهلي خسر بسبب التحكيم؟ ايه اللي كان المفروض يحصل عشان الاهلي يكسب المباراه؟ خليك معايا لنهايه الفيديو وهنجاوب على كل الاسئله دي. اهلا بكم. مباراه بعنوان ليه اللي ضاع الدوري؟ الاهلي بيبعد عن المنافسه ويدخل مرحله الاحتمالات رغم ان لسه في باقي 5 مباريات. فرق بين الاهلي والزمالك متصدر المسابقه 5 نقط. زي ما قلت قبل كده كل اسبوع هنشوف تغييرات كتير في الترتيب الدوري ولسه هنشوف مفاجآت اكتر. الاهلي النهارده بيخسر فرصه المنافسه، ولو فكر في المنافسه هيعتمد على نتائج مباريات الفرق الاخرى مع المنافسين. يعني الموضوع ما بقاش في اقدام لعيبته، لا الموضوع دخل في حسبه واحتمالات ومين هيتكعبل عشان يرجع امل ان الاهلي ينافس في الدوري. وزي ما قلت قبل كده محدش هيفرط في نقطه. سيراميكا النهارده نزل عايز ياخد ال3 نقط وعارف انه لو قفل الملعب وخطف هدف الاهلي مش هيعرف يعوضه، ولو عوضه بالكتير قوي هيتعادل، وده اللي حصل فعلا. على المستوى الفني لا زال الاهلي بعيد عن الاداء الفني اللي يخليه يكسب مباراه. انت متخيل احنا بنتكلم في ايه؟ عد معايا المشاكل الفنيه اللي حصلت في المباراه. انا بتكلم عن المشاكل الفنيه بتاعه المباراه دي. واحد، البطء في نقل الكوره. معظم الكرات مقطوعه، مفيش دقه في التمرير، وده تسبب في استقبال الهدف الاول. اتنين، الاهلي بيعتمد في لعبه على الجبهه الشمال بس، يعني طريقه ونمط اللعب في الناحيه الشمال بس، مفيش تنوع في الاداء. ثلاثة، اتعمل النهارده كرات عرضيه كتير قوي بتعدي من المدافعين والمهاجمين، عرضيات ورفعات كمان بتتعمل لها بلوك ما بتروحش اصلا. أربعة، لعيبه بره التركيز وضيعوا وقت كبير في بقائهم في الملعب زي مروان اوتاكا وديانج وزيزو وتريزيجيه. خمسة، تغييرات الجهاز الفني في الدقيقه 64 كان في الملعب تريزيجيه وزيزو، واللي طلع ونزل مكانه طاهر وبن شرقي وشريف وبن رمضان وحسين الشحات وامام عاشور. ممكن حد يقول لي الاهلي كان بيلعب ازاي؟ مين فيهم كان بيلعب فين؟ ايه الادوار اللي كانوا بيعملوها؟ ازاي كانوا بينفذوا الهجمات؟ طب هو كان في هجمات منظمه؟ صراحه عشان الحق يتقال، اول واخر هجمه منظمه انا شفتها في المباراه كانت في الدقيقه 26. ستة، مدير فني من ساعه ما شفته مش محضر سيناريو لو دخل هدف فيه هيعمل ايه. كل مباراه بيتخطف ويرجع يحاول يلم الموضوع، وتبدا التغييرات بطريقه عشوائيه وتخلص منه المباراه بسرعه. ما بيلحقش لم يا ابني ورقه الامتحان. دي اسباب فنيه. في اسباب حماسيه بقى. يعني ايه؟ لو كل لاعب في الاهلي بيلعب بنفس روح وحماس ياسر ابراهيم في الظروف دي اللي باينه قوي ان الاهلي تيم الاهلي بيلعب من غير مدير فني، لكن لو كانوا بيلعبوا بنفس روح ياسر ابراهيم كان ممكن يبقى في شكل تاني. في حاجات بديهيه بقى في الملعب. بديهي جدا ان مروان عثمان لاعب نادي سيراميك كليوباترا كابتن علي ماهر حافظ حركاته واكيد هينزل عامل حسابه وهيعقده في الملعب، وده اللي حصل فعلا. اللعيب لا عارف يستلم كوره ولا يباصي ولا يشوط ولا يخلق لنفسه مساحه، ولما بيشوط كوره بيشوط الهوا بيقلش يعني. لعيبه سيراميكا كانت واعيه جدا لتحركات اللعيبه وتحديدا مع اللعيب ده. التغييرات بتاعت الاهلي كانت المفروض تبقى مركز بمركز، مش كل اللعيبه تنزل في وقت معين وبدون بطريقه عشوائيه وبدون ادوار. ابدا بدري شويه، شد زيزو ونزل طاهر، او شد زيزو ونزل الشحات، وابدا بمحمد شريف. مفيش مشكله، غير على طول محمد شريف من بدايه الشوط الثاني اصلا، ما تسيبش مروان اوتاكا، نزل محمد شريف من الاول على الاقل يخطف لك اي عرضيه من العرضيات اللي انت عمال تعملها في الهوا دي. كان المفروض تشد تريزيجيه وتنزل بن شرقي اللي بقى لعبه فردي جدا. ده بيهدف فرقه، بيضيع تعب ومجهود فرقه كامله. عارف انه شايل مسؤوليه وهو الجرينتا بتاعت النادي الاهلي الفتره دي وهو هداف الدوري وكل حاجه، ولكن في كوره عملها ملهاش معنى. لما تبقى قدامك فرصه تعمل عرضيه او تباصي كوره تعمل خطر وتقرر انك انت تشوطها من زاويه ميته بدل ما تباصيها وتضيع هجمه خطيره كانت ممكن تجيب لك هدف تعادل او هدف تقدم، يبقى في حاجه هنا محتاجه توجيه من مدير فني مش موجود اصلا. واللاعب نفسه لازم ياخد قرار انه يباصي الكوره بسرعه، يلعب الكوره السريعه
لمين، مش هو بس اللي يدخل هدف في الدقيقه 80 تقريبا مع تغييره مروان عطيه. الاهلي بقى يلعب من غير لعيبه ارتكاز. لو بصيت للملعب مش هتلاقي فيه لاعب ارتكاز في النادي الاهلي، مفيش لاعب سته. ودي كانت كارثه لان نص الملعب شويه فضي، وفعلا سيراميكا راح بكورتين كانوا هيخلصوا على الماتش. الهدف اللي دخل في الاهلي هنقول عليه غلطه شاطر بألف. شوبير كان المفروض يخرج الكوره بره بدل ما يدخلها جوه، وقبل شوبير اصلا الكوره كانت مع ديانج واتقطعت من نص الملعب، وحاول يرجع يكفر او يلم الكوره اللي ضاعت منه، يستعيد الكوره تاني. للاسف كان بيتمشى جنب لاكاي وسابه يلعب الكوره ببساطه وبسهوله جدا في المرمى. من اول الموسم عمري ما اتكلمت عن التحكيم، وعمري ما جبت حالات تحكيميه، لان التحكيم والحالات مش راي او وجهات نظر. الحاله يا اما ضربه جزاء يا اما مش ضربه جزاء. وناس كتير من امبارح اتكلمت كفايه، والمواضيع كلها رايحه في انتماءات ونقاشات ومقارنات وجدل، مع ان الحاله واضحه جدا مش محتاجه كلام كتير. تاني، التحكيم ما فيهوش وجهات نظر، العقوبه بتتنفذ لما يحصل خطا. الحكم محمود وفا قراره اثر على نتيجه المباراه، وكان سبب من اسباب ان الاهلي يخسر نقطتين، سبب من الاسباب الكتير قوي. اقتراحي لاداره النادي الاهلي انه دلوقتي بيمر بمرحله خطر محتاجه لحد بيعرف يدير المخاطر او اداره الازمات. انت بالشكل الفني ده بتبعد عن الدوري، بتبعد عن دوري ابطال افريقيا خلاص. يمكن ما تروحش الكونفدراليه، واحتمال تتغلب من اقرب منافسيك بنتيجه كبيره. وضاعت عليك كمان فرصه انك تجيب مدير فني يحافظ لك على اللي باقي زي عماد النحاس مثلا. هو كان افضل الخيارات المتاحه في انه يبقى موجود النهارده ويكمل المباريات اللي باقيه، وانك تقوم باقاله يستروب. لكن للاسف حتى الاختيار ده ما بقاش اوبشن عندك. عماد نحاس النهارده بقى المدير الفني لنادي المصري، اتمنى له التوفيق طبعا. ده كان تحليل مباراة اليوم. لو عجبك التحليل رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.